سكبت لهم صحن بطاطا لاني بركوا عاقلين جوا وبركوا اختهم. بدي لهم بطاطا. امشي يلا امشي. جبت لكم بطاطا لانه بركتوا عاقلين وبركتوا اختكم. يلا ذوقوا وحده، ذوقوا وحده طيبه، اعطوني رايكم. ذوقي. لا صار وقت نعمل سحرة الكيك. ابتسموا الأصدقاء وطلبوا منه فتح الهدية. هاي للكل، كيفكم؟ رجعنا لكم فيديو جديد. يوم العطلة رح تقضوا معنا يوم كامل. اليوم فقنا الصبح عملنا عيد ميلاد لفاطمة وعيد ميلاد لسامي الزعلانة. هلا عملنا عيد ميلاد وأجا وقت الغداء. قال لك ليش زعلانة؟ ليه؟ لأنه ما بيمسك كل شوي بيطفي. العيد ميلاد طلع هوا والشمعة تطفى لحالها. هلا رح تقضوا معنا يوم كامل بيوم العطلة. وهلا اجى وقت الغداء، رح تقضوا معنا يوم كامل. بس نحن بنفيق الصبح بنفطر يوم العطله، بس اليوم ما حسنا نفطر لاني طلعنا احتفلنا بعيد ميلاد فاطمه. معكم شاورما كثير كثير طيبه. رح الغداء رح يكون شاورما ورح نسوي بانكيك. مثلا رح نسوي بانكيك ونعمل سهره حلوه صغيره بيوم العطله. هيك نحن بنعمل. اوكي هلا محمد لازم تاخذ اخواتك وتدخل لجوا. لا جايز كتبوا له بالتعليقات ما لازم محمد ياخذ اخواته ويقعد جوا لما نحن نخلص. بتابع بس تبي البطولة. ايه يلا روحوا. يلا فاطمه خلونا نبلش. هلا اول شيء تبلنا هون الشاورما من امبارحه بالليل. تبلت الشاورما. هلا رح نقطع المخلل والبندوره والخس وهذا توم وكاتشب ومايونيز تركي. خلينا نجهز الاغراض. هلا اول شيء حطينا الشاورما بالصينيه بالفرن ورح نحطها بالفرن تتحمص قبل ما نخلط. رح نفرم المخلل رقايق. المخلل والمندورة والخس وهذا. هلا خلصنا. سكبت لهم صحن بطاطا لاني بركوا عاقلين جوا وبركوا اختهم. بدي لهم بطاطا. امشي يلا امشي. تعالوا دورهم بطاطا. انتوا الاطفال اكيد بتحبوا. خذوا وحده، انتوا خذوا وحده بمعاصيهم. محمد ايمن جبت لكم بطاطا لانه بركتوا عاقلين وبركتوا اختكم. يلا ذوقوا وحده، ذوقوا وحده طيبه، اعطوني رايكم. طيبه. يلا كل ورقه بما تسوي الشاور. ذوقوا طعم المتابعين. وانتم اذا اشتهيتوا روحوا له لماما تقلي لكم بطاطا وتحط لكم كاتشب. ماما. نعم. يلا روحوا صوبنا وبركوا لبين ما اخلص. اوكي يلا برافو عليكم. معنا نحن اول مره رح نجرب بهي الطواي. انا ما بعرف اذا بتصير. بسم الله. شيلي اختي. ايمن ليش عم تاكل بطاطا لشام؟ عرفت البطاطا لشام يعني انتوا الاطفال ليش كل هالقد بتحبوا البطاطا؟ انا ما بعرف. شام بس سمعت اخوها عم ياكل لها بطاطا بتبكي راسا. يعني ليش هيك بتحبوها؟ انا ما بعرف. يلا شو بتقولوا رح تظبط؟ بلشنا رح اسوي ساندويش. هلا رح ندمجهم سوا بهالطريقه. بصير لون باندي. محمد انت متحمس لتذوق الطعم الخرافي؟ ايه حتى تقولي صار انا قبل لحظه لك وانا سامي. بس عن جد شو متحمس؟ مالك شايف انه طعم خرافي؟ هلا رح نحط ندوره بهالطريقه. اوكي وهلا اجى وقت نحط الخس هيك بهالطريقه. اوكي بهالطريقه. والله هي احلى سندويشة شاورما. خلينا نقطعها هيك. دوقي محمد. طيبة فهمتي. شامي طيبه. يلا خي حطي كاتشب لشامي. طيب بالمحلات لهي. ما أكتر. يلا كيلو صحتين. هلا بعد ما خلصنا اكل وتحمموا الاولاد صار وقت نعمل سحرة الكيك لانه اليوم كان عيد ميلاد فاطمة وشام. هلا هذا الرقم 103 بس 103 10 فاطمة و3 شام. عيفة لك عيفة لاني هذا بس ان شاء الله نصير 100 و3000 مشترك رح نعملكم حفلة كتير كبيرة. 100 و300 هون عزول لازم هيك اظن يعني 130,000. ايه ان شاء الله نوصل ل 130,000. انتم شجعونا واشتركوا بقناتنا واكتبوا لنا تعليقات حلوة مثلكم
اكتبوا لها لفاطمة كل عام وانت بخير، ولشامة، شامة نايمة طبعا لأني صار ليل وتأخر الوقت، لأني كنا هون. شوفوا شو عم نسوي، بانكيك. طلعوا هذا أكتر واحد جربناه، هذا هيك مبين، عم أكتر يضحك. واحد مبين. هذا هاي سبنة هي نجمة. هذا عم بعمل عيونه نجم. نشرب كولا. رح نشرب كولا. اوف والله مستحيل. بكيكة شام وفاطمة. ايش يعني اذا خطينا؟ هلا الكل متفاجئ ليش عملنا عيد ميلاد وفاطمة مع بعض. لاني امزح فيها، لاني انا واختي ولدنا بعد اليوم، يعني بعد اليوم. فاطمة ولدت 29/11 وشام ولدت 29/11، اثنيناتهم بنفس اليوم. سبحان الله، يعني شلون صدفت اني البنوتات مع بعضهم بس الصبيان ما لهم مع بعضهم. محمد 26/10 وايمن 24/9. لا حتى هاي لا نفتح بابا، صرت تفتحي ليش؟ تأخر معنا لنزلناه لأني تأخرنا بكل شيء. أوكي. والله أحلى شيء نفتح كولا ونشرب، أنا بحب كثير. هاي مقاطعة. مو بس أنت، حتى الأولاد كلها بتحب الكولا. في نص الأولاد بيحبوا بيبسي، بيحبوا بابا على كذا. هاي جدا أنتي لك كمان. يلا تعال. فجبت. شو رأيك بالكيك؟ طيب 10/10. محمد. مين؟ كثير 100%. 15. شوفوا كيف محشي الكيك فراولة. طلعتني موز. محشي فراولة وموز وشوكولاتة. إيمان شوي. حتى هدول هلا شوفوا ما أحلاهم، رح ياكلوهم. ايش بكتبوا؟ وهلا صاروا يشربوا كولا ويدوقوا هذا البانكيك. والله كتير طيب وكتير طيب. يلا هلا خلصوا وصدنوا ايديكم وقشوا عنه. ليش لانش بوكسك؟ بكره مدرسة. لا انا بجهز لك، يعني انت نامي لاني هلا تاخر هلا انتهى الفيديو واجا وقت النوم. وهلا يا اطفال يا حلوين راح احكي لكم قصة القنفذ الصغير. كان في قنفذ صغير يعيش في غابة جميلة اسمها قنفوج، وكان يحب اللعب مع الحيوانات، إلا أن الحيوانات كانت تخشى اللعب معه، فظهره مليء بالشوك الذي يؤذي الحيوانات عندما اقترابه من القنفذ الصغير. يوم من الأيام قرر القنفذ الصغير أن يدخل بيته وألا يغادر أبدا. لماذا؟ لأنه يحب أصدقائه جدا ولا يرغب أن يؤذيهم بالأشواك. ومر يومان والقنفذ مختبئ في بيته ولا يرى أحدا. سألت الحيوانات عن سبب اختفائه، وحين عرفوا السبب فقرروا إحضار هدية له كمفاجأة تساعده على حل مشكلة. اجتمعوا الأصدقاء وأحضروا للقنفذ هدية وذهبوا إلى بيته. عندما طرقوا الباب فتح لهم ودموع الشوق تملأ عينه. ابتسموا الأصدقاء وطلبوا منه فتح الهدية. فتحوا للقنفذ الهدية لكنه لم يجد سوى قطعة صغيرة من الفلين، فلم يفهم ما هذا. اقترب الأصدقاء جميعا وأخذوها يضعون القطع على الأشواك الموجودة على ظهره قنفذ حتى غطوها جميعا وحضنوه بقوة بقوة وحب. ثم انطلق قنفذ والأصدقاء للعب في الغابة دون خوف، فالصداقة أقوى من أن تغلبها أي مشكلة. ما رأيكم في القصة؟ يعني القصة بتقولك إذا كنت بتحب حدا صديقك أو حدا من رفيقك أو حدا من أصدقائك، فإذا كان عم بيشوف عندك مشكلة في صداقته معك فهذا بكون ما بحبك، لأن الصداقة بتغلب كل شيء. وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. باي. أنا